في حتة تانية محدش بيتكلم فيها وهي خناقة الكي بي ايز. الشركات الكبيرة الاونلاين ساعات بيتحارب من جوه من غير ما حد يقصد. تخيل براند ملابس شهير في مصر عنده فروع كتير جدا وميزانية اعلانات بالملايين، العميل يدخل يختار التيشيرت ويدفع ثمنه اونلاين والدنيا ماشية زي الفل لحد ما الاوردر يوصل للمخزن. المخزن يكتشف ان القطعة دي خلصت من عنده، بس السيستم بيقول له ان في قطعة اخيرة موجودة في فرع في احد المولات. مدير الاونلاين يكلم مدير الفرع ويقول له من فضلك ابعت لي القطعة دي عشان العميل اللي دفع عندنا اونلاين. هنا بقى تبدأ الدراما. مدير الفرع بيبص لنفسه ويبص للتيشيرت ويقول لو انا طلعتها للاونلاين البيعه هتتحسب للاونلاين وانا التارجت بتاعي بتاع الفرع هيتاثر. فيقوم رادد في تليفون على مدير الاونلاين ان القطعه طلعت للزبون بالمحل من 5 دقائق بس السيستم لسه ما سمعش او يقول اي حاجه. هو بيعمل كده ليه؟ مش عشان هو شرير، هو عشان بيتحاسب على تارجت الفرع وعمولته مرتبطه باللي بيتباع من الفرع مش باللي بيتباع من الاونلاين. النتيجه الاوردر بيتعلق بالايام وفي الاخر يتلغي والعميل ياخد تجربه سيئه جدا ويقرر ما يشتريش منك تاني. هديك مثال تاني، المرتجعات. في الشركات الكبيره لو عميل اشترى اونلاين وحب يرجع المنتج في الفرع دي بتبقى خناقه. الفرع ساعات بيرفض يستلم المرتجع او بيصعبها جدا لان ببساطه المرتجع ده بيخصم من رقم مبيعات الفرع بتاعه، وهو كمدير فرع شايف انه ملهوش ذنب ان الاوردر متباع اونلاين، فنلاقي لسان حاله بيقول هو الاونلاين يعك واحنا نشيل شيلته ونبوظ التارجت بتاعنا ليه. المشكله هنا مش في الاشخاص، هنا تضارب مصالح بين قتل البيزنس، لان السيستم في الشركات الكبيره بيخلي الموظفين يحاربوا بعض بدل ما يخدموا الزبون، وده على العكس تماما في الستارت اب. المركب واحده واي بيعه بتدخل هي خطوه لقدام للفريق كله.